ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رايكم في اللي عيالي عاملينه فيا؟ كل يوم اقوم الصبح على كده، اروح الشغل واجي الاقيهم كده، اقوم الصبح الاقيهم كده زي ما يكون بيلعبوا كاراتيه. مش عارف عيالكوا زي عيالي ولا انا عيالي لوحدي؟ حتى الكتبات على السرير، اطباق الاكل على التسريحه، حتى الهدوم عاملين فيها ايه؟ خليني الدولاب كله على الارض، مع ان عاملاها قبل العيد ومطبقه، بس يعني ايه، لازم يحبوا يخدموني شويه يعني. دي بقى شهادة التقدير بتاعت ايه اللي ولادي واخدينها من الدروس، بوريها لكم كده. يا رب يجعلهم متفوقين في دراستهم وتفرحوا بولادكم يا رب. انا عايزاكم تدعوا لنا بصلاح الحال كده، وتدعوا لولادي ولولاد المسلمين يا رب، وتنصروا فلسطين. كده انا بدأت اطبق ايه في الدولاب. هي الناحية دي بتاعت باباه، بس هما بيحبوا يلبسوا اللبس بتاعه. اجي الاقي العيل لابس بنطلون وتيشيرت، لابسين الجلاليب بتاعته. هي الناحية دي بتاعت باباه، منهم كانوا متعلقين بيه قوي، فتلاقيهم على طول بيلبسوا اللبس بتاعه. استنى اطبق كده يجي ساعة في الحتة دي. المهم انا ما طولتش عليكم بقى ايه الفيديو. المهم كان بيفصل على ما ايه كنت بخلص. دلوقتي هقعد دلوقتي على الارض واكمل، رجلي وجعتني من الوقت. دلوقتي انا قاعده يمكن على السرير دلوقتي وبمنتج لكم الفيديو. كده انا بطبق بقى البناطيل. يتنهم مثلا ايه يلبسوا البنطلون ويقلعوه. شوفوا انا البنطلون هيجي على ايدي. ايه رايكم في عيالي بقى؟ عيالكم عاملين كده؟ في حد عياله بيعملوا فيه كده؟ ها، رايح الدار؟ درس الساعه 7 بالليل. مم. طب يلا يا حبيبي، عند مين؟ بالظبط. طب يلا يا حبيبي، ربنا يعين وينجح ولادي ولاد المسلمين يا رب، وينجح لكم ولادكم وتفرحوا بيهم، ورب يجعل ولادي وولادكم من الأوائل. الساعة شحن لما تركب لا والله. طب ما تروح تركب لها حجار دلوقتي براحتك بقى. لما الدرس. ماشي. زمان ركبت المجد ده فاتح ولا ايه؟ طيب. ابني رايح الدرس وهيروح يركب حجارة، كنت بكلم هيروح يركب حجارة للساعة. بقول الشاحة شحنت لما اتركن. المهم هفضل اطبق كده. هفضل اطبق كده يجي ساعة. طب انت سبتني ومشي. طب لما اخلص بقى. المهم انا خلصت بقى ايه الفيديو ده. خلصت الفيديو. خلصت، انا باين دماغي خلاص هنام. خلصت الدولاب وكملت بقية تاني يوم الصبح. يعني انا خلصت الحتة دي بس ما قدرتش، وكملت بقى ايه تاني يوم الصبح. تنيت اطبق في الهدوم كده. شوفوا قعدت أهو. بوريكم بقى الشرايط الفيديو بتاعت الفرح والخطوبة بتاعت العيال بيضحكوا عليا. المهم قعدت اطبق كده. معلش بقى لو دراعتي باين.
المهم خلصت الدولاب ده، ما قدرتش بقى، قمت نمت، وتاني يوم الصبح كملت بقية الأوضة. الفيديو ده أنا عملته على يومين، بالليل والصبح. هفضل أطبق كده طول ما الواحد بيتنه يشتغل بقى ويعمل كده بيذكر الله. معلش بقى لو دلعت بقى، معلش. المقطع ده تنيت نطبق. جايبينه الدولاب كله على الأرض، على ما بيلاقوا تيشيرت، بنطلون، وتبص تلاقي الحاجة مدهولة عليه ويلبسوها برضه، بس احنا بنحب العجل الواسعة، فمبرضاش ازعق لهم بقى، بسيب، لان هما بيزعلوا بياخدوا على خاطرهم. طول ما احنا بنشتغل كده انت نذكر الله ونصلي على النبي ونقول لا اله الا الله. احلى حاجه فيا ان انا لسه بعرفش حاجه في التليفون، عيالي بيعلموني. المهم لو مفيش عيل قاعد جنبي ببقى محتاس، معرفش اخش منين واطلع منين. نفسي اوريكم بنتي كده وهي ماسكه علبه الجبنه مش عارفه هي عامله فيها ايه. والله نفسي اعمل لكم فيديو. ايه دي هتاخد اليوم كله في تطبيق الحته دي؟ اه والله. طلعت بقى ملايه كده، ودول، وده عشان اغير ايه فرش السرير. دلوقتي انا طلعتهم كده، فصلت بقى وايه وقمت نمت وكملت تاني يوم الصبح. ما قدرتش، انا يمكن قعدت في الحته دي يجي ساعتين او 3 في الناحيه دي. دول السبحتين بتوعي بقى اللي بعد ما بخلص صلاه بقعد ايه اسبح عليهم. حتى الشنطه على السرير كانت نايمه. الله المستعان. ربنا يقوينا ويدينا الصحه يا رب، ويقويني ويقويكم. طلعت بقى انا كده على السرير وقاعده امسح بقى ايه السرير من فوق، وهفتح الشباك دلوقتي انفضه. مبلاقيش حد يصورني، بحط التليفون على الشماعة بتاعت الهدوم دي. لسه ما عنديش حامل ولا اي حاجة، عشان فانا بحط التليفون على الشماعة بتاعت الهدوم وبشغله بقى. ساعات الاقيه فصل كده. بوريكم بقى ايه ان احنا بقينا الصبح وانا بنفض الشباك اهو كده، الشمس داخلة اهي. ربنا يعيني ويعينكم ويقويني يا رب، ويدي ولاد الصحة ويبارك لي فيهم. غلبوني معاهم، اعمل فيهم ايه؟ ابيعهم ولا ابيع نفسي؟ محدش يشتريني ولا يتبناني. كده هغير بقى الفرش بتاع السرير. هفصل معاكم بقى ايه عشان اغيره، عشان ايه فصلت بقى الفيديو على ما غيرت السرير كده وفرشته. وهتقولوا لي ايه السبت اللي هناك ده؟ السبت ده انا حاطه فيه ايه، في كحك، الكحك بتاع العيد حطاه في السبت زي زمان، لان انا ما عنديش علبه بلاستيك ولا اي حاجه. المهم بتصرف واحطه في اي حاجه. جبت السبت ده ايام وغسلته وكده، حتى حاطين الشفشق في قلب السبت، شفشق الميه حاطين، والشاحن والكوبايات. المهم هما بيحبوا يخدموني كده عيال، ربنا يبارك لي فيهم ويدوهم الصحه.
ويعيشوا ويبعتروا ويوسخوا ويقلبوا. المهم هما بيحبوا يعيشوا حياتهم وما بيعملوا حاجة. هرجع انا بقى للحتة اللي هناك ده عند السبت، هنفضها كده وهعدل السبت. السبت ده فيه كحك، ما بيفكركوش بايام زمان اللي كان بيحط يعني الكحك في السبت. بجيب مفرش بلاستيك كده بفرشه في قلبه، بعد كده ايه بهوي الكحك وبرصه فيه وبعد كده بغطيه. لسه بقى ايه على ما ربنا يكرمنا كده بقى وايه نجيب فرش وحاجات. هي الأوضة بتاعتي بسيطة يعني وعلى قد، وعيشتنا بسيطة والله. هتلاقي ناس كتير زينا كده. انا هقول لكم بقى لا ايه، لا الأوضة بتاعتي هاي ولا زي أوضة اي حد. سرير وتسريحة، حتى المراية مكسورة 2. وجبت المقشة كده وقلت اما اكنس بقى الأرضية. ولسه بقى ايه ما طلعتش بره، يعني انا خلصت معاكم الأوضة دي. لسه بقى كانوا فطروا وسابوا الشاي والكحك كمان على الأرض. ولسه كمان ما كنتش دخلت الأوضة بقى بتاعت الولاد. نفسي اوريها لكم، هعمل لكم روتين فيها وهوريكم اوضه الولاد، حتى الجوافه لقيتها على الارض. انا كان ابني اللي قاعد معايا اقول له صورني، امسك التليفون يقول لي لا. محمد لسه هنا ولا مش بيغير؟ ولاح الهدوم على الارض. انا هخلص الفيديو ده واعمل لكم فيديو في اوضه الولاد، هوريكم الولاد عاملين ايه في الاوضه بتاعتهم. اه والله العظيم لازم اوريها. ده الاوضه دي واللي انتوا شفتوه ده مش حاجه من اللي هم عاملين. شوفوا الارضيه، مع انها كل يوم بتتكنس وتتروى. شوفوا، لازم اعمل لهم. هتقولوا انتوا بتعلمهمش النظافه ليه، ولا انهم يرتبوا اوضتهم ليه؟ يا ماما احنا مستعجلين، يا ماما رايحين الدرس، يا ماما المدرسه، يا ماما هنتاخر، يا ماما على كده. بوريكم بقى انا طبقت الدولاب اهو. اهو، ايه رايكم بقى؟